بيبدأ الفيلم في أوهايو وبيبص كورتيس على السحابة الضخمة في السماء وهو واقف تحت المطر محتار علشان بدل ما المطرة تكون مية بتبان زي ما تكون زيت موتور. لكن كل ده طلع حلم والجو في الحقيقة جميل. بعد كده كورتيس قاعد يفطر مع مراته سامانثا وبنته هانا اللي بتسمع بصعوبة قبل ما يروح شغله. كورتيس بيشتغل في شركة مقاولات، أما سامانثا فست بيت بتراعي هانا، لكنها كمان بتشتغل تفصيل حاجات علشان تقدر تبيعها في المعرض بتاع يوم السبت. وبعد الظهر سامانثا قاعدة مع شوية من أصحابها في البيت واللي جابوا عيالهم علشان يلعبوا مع بعض. واحدة منهم بتلاحظ إن هانا مسكت قطعة خشب خطيرة فيها مسامير، فبتروح سامانثا تجري بره علشان تبعد هانا، لأن طبعا الصراخ والتحذير مش هيجيبوا نتيجة بسبب ضعف السمع اللي عندها. وبعد شوية المطر بيقلب تقيل جدا، فبيضطر العمال إنهم يوقفوا شغل وبيروحوا يشربوا حاجة سوا في البار. وفي البيت سامانثا بتعلم هانا إشارة العاصفة وهم بيتفرجوا على المطر من الشباك. وبعد ما خرجوا من البار كورتيس بيوصل زميله في الشغل وصاحبه العزيز ديوورت لبيته وبيتكلموا شوية، وديوورت بيقول انه عايش حياة رائعة، لكن كورتيس بيعترف ان الحياة مش وردية على طول الخط. وبيقطع كلامهم ظهور مراته اللي بتطلب منه انه يدخل بطريقة غير مباشرة. وبعد كده بيروح كورتيس يطمن على هانا. اما سامانثا فبتقول ان البنت لسه عندها مشكله في التواصل مع العيال اللي في سنها. وتاني يوم كورتيس بيشيل الزباله علشان هانا ما تلمسش حاجه خطيره. في اللحظه دي سحابه تقيله بتظهر في السماء وفجاه بتنزل صاعقه على الارض، فبيبدا كلب كورتيس ريد في النباح الجنوني. في الوقت ده كورتيس بيتحرك علشان يمسك ايد هانا. الكلب بيتحرر من السلسله وبيهجم على كورتيس وبيعضه في دراعه، لكن كورتيس بيصحى وهو في اوضته واتضح ان ده كابوس تاني. وفي الفطار كورتيس مش قادر يبطل تفكير في الأحلام اللي عمالة بتجيله كأنها حقيقة. في اللحظة دي بيشوف هانا بتلعب مع ريد فبيقلق وبيبعدها عن الكلب. ولما بتسأله سامانثا ماله كورتيس بينفعل وبيسيب الفطار من غير ما ياكل. بعد كده في الشغل كورتيس بيفضل سرحان ومش قادر يبطل انه يبص على دراعه طول الاجتماع، لأنه حاسس إنه لسه حاسس بألم العضة. المدير جيم زعلان علشان التأخير اللي حصل بسبب المطر وعايزهم يلحقوا الشغل النهاردة. وفي سكته للموقع كورتيس بيطلب من ديوورت إنه يساعده ياخد شوية معدات زيادة الأول. وبعد كده بياخد بريك وبيشوف سرب طيور سودا في السماء طايرين بشكل غريب، وبيسأل ديوورت إذا كان شايف إن ده غريب، لكن ديوورت ما بيشوفش حاجة. وبسبب الساعات الإضافية اللي اتعملت علشان يلحقوا الشغل المتأخر كورتيس بيتأخر على ميعاد المدرسة بتاعة هانا. كمان كان عليه انه يروح كده من غير ما ياخد شاور. وفي المدرسة اتعلموا اكتر عن لغة الاشارة الضرورية لعيالهم، وكورتيس محتاج يمارسها اكتر لانه مش بيقضي وقت مع هانا قد سامانثا، فمش عارف كلمات كفاية. وبعد شوية المطر بيبدأ ينزل تاني وكورتيس بيجري علشان يركب العربية مع بنته. المطر بيخلي الرؤية صعبة وبيخبطوا بعربية. راس كورتيس بتتنفخ بالدم لكن هانا كويسة. في اللحظة دي ناس بتبان بره العربية وبيبدأوا يكسروا الإزاز، وواحد ماسك كورتيس والتاني بيخطف هانا. فجأة كورتيس بيصحى وهو بيصرخ واتضح انه حلم مرة تانية. بعد كده بينزل تحت وباين عليه انه تعبان. سامانثا بتلاحظه وبتقلق، لكن كورتيس بيعديها على انها دور برد وبيكلمها تاخد هانا وتروح المعرض. وفي نفس الوقت اللي فيه سامانثا بتتبادل المناقشة مع الزباين على الأسعار كورتيس بيخرج المعدات الإضافية اللي أخدها من الشغل وبيعمل بيها سور حوالين بيت الكلب، وبعدين بيحبس ريد جواه وبيعتذر له. المفروض انه يشيل الزبالة لكنه انشغل بباب بيودي على مخبأ من العاصفة. كورتيس بيدور على المفتاح في برطمان قديم وبيعرف يفتحه، وبعدين بينزل جواه يفكر في فكرة جديدة. بعدين بالليل سامانثا بتحط الفلوس اللي كسبتها في المعرض مع فلوس الأجازة اللي كانوا محوشينها، وبتسأله ليه ريد محبوس بره، لكن كورتيس بيديلها إجابة مبهمة وكلامه مش واضح. سامانثا بتسأله تاني لكن كورتيس بيطنش علشان يسمع نشرة الأخبار واللي بيتكلموا فيها عن تسرب غاز أثر على عيلة صغيرة. ده بيغذي جنون الشك عند كورتيس. تاني يوم كورتيس بيلاقي هانا بتتفرج على العاصفة من الشباك. لما بيقرب بيترعب لما بيلاقي راجل واقف بره وبيبص عليهم. على طول بياخد هانا في حضنه وبيجري يستخبى، والراجل بيحاول يفتح الباب. فجأة البيت كله بيبدأ يتهز وكل حاجة في الأوضة بتطفو في الهواء، وكورتيس بيحس إنه مش قادر يتنفس. بعدين كل حاجة بتقع وكورتيس بيحس إنه خلاص مش قادر ياخد نفسه، لكنه بيصحى من كابوس تاني. بيحس بالرعب لما بيلاقي إنه بلل السرير، ولما سامانثا بتدخل بيغطي اللي حصل بالبطاطين. كورتيس بيسألها على رقم الدكتور وبتقرب منه سامانثا علشان تطمن عليه، لكنه بينفعل عليها علشان تبعد وما تشوفش اللي عمله في الملاية. على طول بيعتذر عن عصبيته وبيبرر إنه تعبان، لكنه بيطلب منها تروح الكنيسة النهاردة وهو هياخد باله من هانا. وبعد ما سامانثا بتمشي كورتيس بيغير الملاية وبيغسل أي أثر للي حصل. بعد كده بياخد هانا للمكتبة
وبيشغلها بكتاب أطفال علشان هو يدور على أي معلومات عن الأمراض النفسية. وفي سكتهم بيروحوا سوبر ماركت وبيشتروا معلبات كتير جدا، ده بيخليهم يتأخروا على ميعاد الغدا مع عائلة مراته واللي بيحاسبوه على إنه مرضاش يروح الكنيسة. وبعد الظهر كورتيس بدأ ينظف مخبأ العواصف وبيحط كل المعلبات جواه استعدادا لأي طارئ. بعدين بيقعد يقرأ الكتب اللي أخدها من المكتبة. وبعد فترة كورتيس بيروح للدكتور وبيشرح له إن بقاله 4 أيام مش عارف ينام. في الأول الدكتور ما بيحسسهوش إنها مشكلة كبيرة، فبيحكي له كمان على الكوابيس وبيعترف إنه بلل السرير وإنه حاسس بألم العضة في إيده. الدكتور بيوصف له دواء لمدة كام يوم وبيقول له يروح لدكتور نفسي في كولومبوس. وفي نفس الوقت سامانثا بتروح شركة التأمين علشان تسأل على عملية علاج السمع لهانا، ولحسن الحظ الطلب بتاعهم بيتم الموافقة عليه والتأمين هيدفع كل المصاريف لأن شركة كورتيس بتاعت شغله عندها بوليصة تأمين كويسة. وفي نفس الوقت كورتيس بيروح الصيدلية علشان يجيب الدواء وبيتفاجئ إنه مش مطالب يدفع فلوس كتير بسبب التأمين. بالليل العيلة كلها بتتعشى سوا احتفالا بالخبر الحلو، لكن كورتيس ما بيحكيلهمش عن الدواء. وقبل ما يناموا سامانثا بتبدأ تعمل خطط للأجازة لأنهم مش هيضطروا يقلقوا على الفلوس. كورتيس بياخد الدواء في الحمام من غير ما حد ياخد باله. والصبح كورتيس بيصحى وهو حاسس انه مرتاح اكتر، وكمان سامانثا بتلاحظ انه باين عليه انه بصحة كويسة. لكن في الشغل كورتيس لسه بيتكلم مع ديوورت عن كمية الاكل المناسبة للمخبأ. فجأة بيسمع صوت رعد في السماء واللي لسه صافية، وبيسأل ديوورت اللي ما بيسمعش حاجة. فبيبدأ كورتيس يقلق وبيجري على صفيحة الزبالة علشان يفرغ اللي في بطنه. وهو بيحاول يتعامل مع نوبة الهلع كورتيس بيخرج من شغله وبيحس انه مش قادر يتنفس وهو سايق، فبيضطر يوقف العربية علشان ياخد نفسه ويرتاح شوية. ولما بيرتاح بيلاحظ مكان بيبيع حاويات فبيشتري واحدة علشان يكبر المخبأ. وبعد شوية بيروح لأمه واللي بتتصرف بشكل غريب لأنها بتاخد دواء زيادة عن اللزوم، وبيطلع إنها كان عندها شيزوفرينيا بارانويد وجالها في نفس السن اللي كورتيس عنده دلوقتي. كورتيس بيقلق إن نفس اللي حصل لأمه يحصل له، فبيحاول يسألها كام سؤال لكنها مش فاكرة كتير عن السنين اللي فاتت. بعدين كورتيس بيتصل بالدكتور علشان يشرح له إنه مش قادر يروح كولومبوس لدكتور نفسي، فبيطلب منه بديل. وبالليل بيحسب هو محتاج كام يوم علشان يحول المكان الجديد لمخبأ. والصبح بيروح البنك وبيسحب قرض تحسين بيت من غير ما يقول لمراته وبيتجاهل تحذيرات الموظف. بعدين في الشغل كورتيس بيطلب من ديوورت انه يساعده ياخد شوية معدات من الشغل علشان يقدر يبني المخبأ بتاعه، وده ضد القوانين، لكن ديوورت بيوافق انه يساعده. ديوورت بيقلق وبيسأله اذا كان كويس وكورتيس بيأكد له انه كويس. وبعد الشغل كورتيس بيروح لدكتورة نفسية محلية وبيقول لها كل نظرياته اللي بناها على الابحاث اللي عملها، فبتشرح له انها مجرد دكتورة نفسية فما قدرتش تشخصه او تكتب له دواء، لكنهم ممكن يتكلموا علشان تساعده يتخطى الازمة اللي هو فيها. وبيبتدي يتكلم عن امه واللي سابت العيلة في يوم من الايام وابوه اللي رباه هو واخوه، وبعدين لقوها بتاكل من الزبالة في صفيحة قمامة فاضطروا يحطوها في مستشفى حكومي. وكمان بيبدأ يفتح معاها عن احلامه. بالليل العيلة كلها بتروح اجتماع في المدرسة، وفي سكتهم كورتيس بيوقف العربية علشان شايف برق كتير في السماء، لكن عيلته لسه نايمة ومفيش سواقين تانيين بياخدوا بالهم، فبيقلق أكتر على صحته النفسية. وفي يوم السبت وسامانثا وهانا في المعرض كورتيس وديوورت بيبدأوا يشتغلوا على المخبأ. ولما سامانثا بتوصل وتشوف كل حاجة بتتخض وبتتخانق معاه. بتتعصب أكتر لما بتسمع إنه أخد قرض كبير وبتزعق وهي بتطلب تفسير لكل القرارات الغريبة اللي عمال ياخدها من غير ما ياخد رأيها، زي إنه يحبس ريد. لكن كورتيس بيقول إن مفيش حاجة يشرحها وبيخرج من الأوضة علشان يطمن على هانا. وسامانثا بيجيلها انهيار عصبي. وبالليل كورتيس بياخد أكتر من الدواء اللي المفروض ياخده. وفي نص الليل سامانثا بتصحى لما بتلاقي كورتيس بيتحشرج وبينزف جنبها. على طول بتتصل بالإسعاف وكورتيس بيحاول يقول لها إن مفيش داعي لكنها بتتجاهله. وبعد ما الإسعاف تمشي كورتيس بيحكي لها كل حاجة، بيوعدها إنه هيروح للدكتورة كتير علشان ما يسيبش عيلته زي ما أمه سابتهم. تاني يوم كورتيس وسامانثا بياخدوا هانا للمستشفى علشان يكشفوا، وعمليتها بتتقرر بعد 6 أسابيع. وفي الشغل كورتيس بيروح للمدير وبيطلب منه انه يشيل ديوورت من كل الشفتات بتاعته علشان مش عايز يديله اوامر، وهو صاحبه. جيم بيستغرب لكن بيوافق، وبعدين بيحذره انه غايب كتير عن الشغل. كورتيس بيشرح له ان ده بسبب كشوفات هانا، لكن جيم بيحذره مرة تانية. وبعد الشغل كورتيس بيروح محل يشتري كمامات غاز وبيبان انها غالية جدا. وفي نفس الوقت مرات ديوورت بتحكي لسامانثا عن الشائعات ورا سلوك كورتيس، لكن سامانثا بتدافع عنه وبتأكد انهم كويسين. وبعد فترة كورتيس بيشتغل على المخبأ وبيجيله أخوه كايل اللي سمع عن سلوكه الغريب من سامانثا. كايل بيقلق على صحة كورتيس، لكن كورتيس بيأكد له انه كويس وبيطلب منه انه يروح لأمهم. واضح ان الإخوات علاقتهم ببعض متوترة شوية. وقبل ما كايل يمشي كورتيس فاكر انه كان بيدور على كلب،
وبيطلب منه انه ياخد ريد. وفي عصرية يوم مليان بالعواصف، كورتس دخل المطبخ بيلاقي سامانثا مبلولة من المطر، وبيبصوا لبعض شوية وبعدين بتفكر انها تمسك السكينة، لكن ده طلع حلم. وفي الفطار كورتس مش قادر يتخلص من احساس الحلم الغريب، ولما سامانثا بتحاول تلمس ايده بيتحرك بعيد عنها. في اللحظه دي بيلاحظ جيم مستني بره. كورتس بيجري علشان يقابله وبيسمع خبر وحش. جيم عرف عن المعدات اللي اخدها كورتس من غير اذن، فبيطرده وبيسيب له تامين صحي لمده اسبوعين بس. ديورت كمان اخد اجازه اداريه من غير مرتب لمده اسبوعين علشان ساعده. ولما كورتس بيحكي لسامانثا بتضربه بالقلم، وبعدين بتخرج من الاوضه وهي شايله هانا. بعد كده بيروح للدكتوره النفسيه، بس بيكتشف انها اتنقلت وان في دكتور جديد. الراجل ده عايز يبتدي من الاول خالص، لكن كورتس مش قادر يستحمل انه يتكلم عن امه مره تانية، ومش عايز يخسر التقدم اللي عمله قبل كده، فبيخرج من غير ما يتكلم وبيرجع للمخبأ وبيكمل شغله برضه. وفي نفس الوقت سامانثا بتكمل تظبيط هدوم الجيران علشان تجيب فلوس زياده، لكن مش كفايه، وبتضطر تاخد فلوس الاجازه اللي كانوا محوشينها. وبالليل بتتكلم مع كورتس واللي بيشرح لها انه اتنفض علشان حلم، وبيحاول يطمنها انه بيحاول يتخلص من الموضوع ده. بتعلن انهم هيأجلوا رحله البحر وهيدفعوا الفواتير لمده شهرين من مرتبه الاخراني، وهتأجل عمليه هانا، وهيركزوا انهم يلاقوا شغل. سامانثا عايزه تشتغل على مشاكلهم، لكن بشرط انه يروح لدكتور نفسي بجد، وكمان عايزاه يحضر عشاء في المدرسة في الويك اند علشان يخرج من عزلته. وفي ليلة العشاء كورتس بيتخانق مع ديورت اللي بيحمله مسؤولية وقفه عن الشغل. كورتس بيحاول يطلب منه انه يتكلم بعدين على انفراد، لكن ديورت بيستمر في الشكوى، وبيشتكي كمان ان كورتس بيقاطعه مع انه صاحبه. ديورت بيبدأ يزق فيه وبيضربه، وكورتس بيرد عليه بالرجل. اخيرا بينفعل كورتس وبيزعق وهو بيحدف ترابيزه على الارض، بيقول ان في عاصفه مدمره جايه ومحدش مستعد ليها. وبعدين بيجيله انهيار عصبي، وسامانثا بتستغل الفرصه وبتاخده وبتمشي. وبعد فتره كورتس بيلاقي هانا في نص الطريق وبيجري علشان ياخدها. في اللحظه دي طيور بتظهر في السماء وبتطير بشكل غريب، وبعدين بتتحرك ناحيه كورتس وهو بيحمي هانا، والطيور بتعدي من جنبهم، وبعدين بتعمل شكل غريب، وبعدين بتبدأ تقع ميتة على الأرض. بيجري كورتس جوه البيت وبيبدأ صوت الإنذار. في اللحظة دي بيصحى وبيكتشف إن صوت الإنذار حقيقي فعلا، المطر نازل بشدة. فبياخد عيلته وبيجري بيهم على المخبأ، وبعد ما بيقفل الباب بيخليهم يلبسوا كمامات أكسجين تحسبا لأي حاجة هتحصل. بعدين بيناموا وبيستنوا العاصفة تعدي. وبعد كام ساعة كورتس بيصحى وبيطمن على الباب، لكن لسه حاسس بالعاصفة بره، فبيرجع ينام تاني. والصبح سامانثا بتصحيه وبتطلب منه يفتح الباب لأن العاصفة المفروض تكون عدت. كورتس مش موافق وبيقول انه لسه سامعها، وبيخلي سامانثا تحط ايدها على الباب علشان تحس، لكن سامانثا مش سامعه ولا حاسه بحاجه. كورتس بيقلق اكتر وبيرجع لورا وبيرفض يفتح الباب، وبيدي المفتاح لسامانثا، لكن سامانثا بترفض تاخده لانها لو عملت كده هتأجل المشكله، وانه كورتس لازم يواجه مخاوفه دلوقتي علشان يكون كويس مع عيلته بعد كده. كورتس بيستجمع قوته وبيفتح الباب، وبيكتشف ان الجو جميل جدا وان الجيران كويسين وبيلموا اي زباله سابتها العاصفه. وبعد فتره سامانثا بتاخد كورتس للدكتور النفسي اخيرا. الدكتور بيوافق انه يديله دواء زياده على طول، وبيقرر انه محتاج وقت يكون بعيد عن المخبأ، وبيطلب من العيله انهم ياخدوا كام يوم راحه علشان يستعدوا، لأنه كورتس محتاج يتاخد لمصحة متخصصة لحد ما يتعافى، وده معناه إنه مش هيشوف عيلته لفترة طويلة. تاني يوم العيلة كلها في البحر، وكورتس وهانا بيعملوا قصر من الرملة، وفجأة هانا بتعمل إشارة عاصفة وهي بتشاور على البحر. سامانثا بتخرج وبتكتشف إن المطرة اللي نازلة من السماء مش مية، إنما اللي نازل من السماء زيت موتور. في اللحظة دي العيلة كلها بتشوف عاصفة ضخمة سودة جاية من بعيد، وكورتس بيبص لسامانثا اللي بتأكد له إنها شايفاها هي كمان. وهنا بيخلص الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.